السلام عليكم احبتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونتمنى يوصلكم الفيديو وانتم في احسن حال. اليوم جيت نشارك معكم الكيك اللي كيوجد في طنجره ديال الضغط، واللي كما كنسميه انا مكوناته 7 في 7. تابعوا معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي راكب البراقي. وها انا كما كتشوفوا قطعت معكم الكيك. كما كتلاحظوا الكيك كيجي هشيش وناجح 100%، دونك ما تعكزوش عليه. ويلا نكملوا الفيديو باش نشوفوا المقادير. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي راكب البراقي. بالنسبه للمقادير فالحشوه ديال الكيك زينوها باش ما حبيتو باللي متوفر عندكم. كما كتلاحظوا معايا هنا انا درت 2 بيضات، 7 المعالق ديال السكر، 7 المعالق ديال الزيت، القليل من الزبيب والقليل من الكركاع، عندي 7 المعالق ديال الدقيق، الخميره ديال الحلوى او بيكين باودر، وساشيه ديال الفاني. حب الماحي سيد البشر في قلبي رصة محبته، في قلبي رصة محبته. نور الهادي شاب خلق در ربي أمرنا بطاعته. كما كتلاحظوا معايا هنا انا وضعت البيضتان وغادي نضيف عليهم 7 المعالق ديال السكر. انا ديجا كنت حسبهم ووضعتهم في الكاس، فلهذا نسيت ما وليتي عاودت معكم الحساب وديجا ضفتو على الخليط هيداك. بالحق راه هو محسوب، يعني عندي 7 المعالق ديال السكر، 7 المعالق ديال الزيت، و7 المعالق ديال الدقيق. كما كتلاحظوا معايا هنا كنخلط السكر حتى كنحس به داب، عاد غادي نضيف سكر فانيلا ونكمل في التحراك. غير هو في هاد الاثناء هادي انا كنت ديجا وضعه المقله فوق البوطه كتسخن، حيت فيها غادي نوضع الطنجره ديالي. هنا كما كتلاحظوا انا كنضيف 7 معالق من الزيت، وغادي نخلطه حتى هو، ومن بعد غادي نضيف الزبيب والكركاع، ثم نضيف 7 المعالق ديال الدقيق، عاد نعمل الخميره ديال الحلوى. فخليكم معايا للاخير باش تشوفوا النتيجه كيفاش كانت. محبته في قلبي رصة محبته. نور الهادي شم خلق در ربي أمرنا بطاعته. ربي أمرنا بطاعته. في الميزان وسعة المحشر قاع ندوز في شفاعته. قاع ندوز في شفاعته. هذا هو المهدى حبيب التاقي، جاب القرآن والنباهة. هذا هو من سرى لحضرة نعم الخلاقي. هذا بجنود من سماها وعطاه الحوض واللواء والتاج والبراقي. لمته هو طبيب داها. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه. لولاه ما كترك ونكونها عالم الغيوب. كونها عالم الغيوب. لا كرسي لا لوح لا بيان لا قرآن نزل في الكتب. لا قرآن. وهنا من بعد ما ضفت 7 المعالق ديال الدقيق
كما كتلاحظوا معايا ها هو الشكل ديال الخليط. فحتى اذا كان الخليط كيبان لكم قاصح فراه ما قاصح ما والو، حيت انا هنا عندي الكركاع والزبيب هما اللي كيخليو العجين يبان انه قاصح، ولكن غادي تشوفوا في النهايه ديال الفيديو كيفاش غادي يكون. فخليكم معايا ما تمشيو فين. شفاعته هذا هو المهدى حبيب التاقي، جاب القرآن والباها هذا هو من صرال. وهنا في طنجرة ديال الضغط غادي ندهن الزبدة ونرشها بالدقيق ونوضع الخليط ديالي، وكنأكد هنا على ان المقله تكون يعني ديجا سخونه. وملي نوضع الخليط ديالي في الطنجره غادي نشد عليه ونعمل الطنجره صفاره، وفاش نحطها فوق البوطه تكون العافيه ماشي مجهده، يعني تكون العافيه متوسطه، ونحسبوا لها 30 دقيقه لا اقل ولا اكثر. فخليكم معايا باش تشوفوا الكيك في الاخير كيفاش كيوجد. قرآن نزل في الكتب، لا سما لا أرض لا نزل، لقحت به جميع العشوب، لقحت به جميع. وهنا من بعد نصف ساعة كنخلي الكيك، ملي كنفتح الطنجرة كنخلي الكيك يرتاح باش نقدر انني نفكو بسهولة كما كتلاحظوا. فالكيك ما كيلصقش اذا كان يعني اذا كانت الطنجرة مدهونة مزيان بالزبدة والطحين. كما كتلاحظوا الكيك ها هو وجد، كيجي هشيش واسفنجي، صراحه كيجي رائع جدا. انا هنا الكيك ديالي ما زوقته بحتى شي حاجه، فممكن انكم تذوقوه باللي حبيتو، وممكن انكم ديروه ديال الشوكولات وما تضطروا انكم لا تذوقوه لا والو. فكنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، وشكرا على المتابعه. الى وصفه اخرى ان شاء الله. صلي على النبي راكب البراق، محمد عين الوجود طه، اللهم صلي على النبي راكب البراق.